انت ليه متضايقة انه ربنا عم يحافظ لك على قلبك لحد ما تلاقي الشخص يلي عن جد بتستاهليه؟ ليه متضايقة انه ربنا ما بده اياكي تعملي شي غلط وحرام يبعدك عنه؟ ليه متضايقة انه الله هلأ بده اياكي تستثمري بحالك كتير وتشتغلي على حالك كتير لحتى لما يجي الشخص الصح انت كمان تكوني الشخص الصح لإله؟ وليش رابطة ثقتك بحالك انه لازم يكون في 100 شخص معجب فيكي؟ يعني ممكن في بنت يكون حواليها ناس كتير بس هني اساسا كتار لانه الطريق لها سهل، مش مثل وقت بيكون كذا حدا بده اياكي بس كتر ما انت حدا كتير صعب وبعيد ما رح يعرفوا كيف يوصلوا لك، ما عندهم غير الطريق الرسمي. يعني الشي يلي لازم تعرفيه انه الشي الغالي مش اي حدا ومين ما كان بيقدر يشتريه، في شخص واحد بس هو رح يكون معه هيدا الثمن ورح يروح ويجيبه، ورح يكون اساسا كتير مبسوط هو وعم يعمل هيك لانه هو رح يكون شايف قديش هيدا الشي قيم. واخر شي بدي قلك اياه انه تذكري منيح انه بهالحياة في كتير شغلات اهم من الحب، فيها انك تكتشفي حالك وتعرفي حالك شو بدك، انك تكبري وتتعلمي وتشتغلي، والحب هيك رح يجي بالوقت المناسب.